النهاردة جايب لكم فيديو جامد جدا ومهم لأي حد نفسه يبدأ مشروع جديد في 2025، وخصوصا للأشخاص المبتدئين اللي لسه مش معاهم رأس مال كبير أو حتى صفر، جيبهم فاضية بالمعنى العام. كتير مننا بيفتكر ازاي يبدأ صح وازاي يلاقي فكرة المشروع الناجحة ليه في الزمن اللي احنا فيه من غير ما يضيع وقت أو فلوس على الفاضي. وعلشان كده أنا جمعت لكم أفضل أفكار لعام 2025 بدون رأس مال للمبتدئين، بدون خبرة، اللي فعلا هتفرق معاك وتفتح لك باب رزق كويس جدا لو كملت معايا الفيديو للنهاية. وكمان ممكن تطورها مع الوقت وتخليها بيزنس كبير جدا. وخلينا بقى ندخل على طول على الأفكار. وأول فكرة معانا التجارة الإلكترونية أونلاين أو مشروع تجارة أونلاين. النهاردة التجارة الإلكترونية بقت من أقوى المشاريع اللي أنت ممكن تبدأ من بيتك من غير محل ولا تكلفة ضخمة. يعني مثلا تبيع منتج رقمي زي كورسات أو كتب PDF، أو حتى منتجات صغيرة وتعرضها على منصات زي فيسبوك ماركت أو انستجرام شوب. أما تاني فكرة وهي إنشاء محتوى يوتيوب أو تيك توك أو انستجرام أو فيسبوك. يعني لو عندك موهبة في الشرح أو حتى دماغك خفيفة، انت تقدر تبدأ قناة يوتيوب حالا او قناة تيك توك او قناة فيسبوك، وتتكلم عن مواضيع ناس بتحبها وانت بتحبها علشان تقدر تستمر. ومع الوقت هتجمع مشتركين ومشاهدات، وبعد كده تقدر تكسب من الاعلانات والرعايات والسوبر ثانكس، ويجيلك مكسب من كل حاجة. وخاصة قناة اليوتيوب اي حاجة بتكسب مشتركين، ممكن لو انت ما فعلتش ربح تكسب بدون ما تفعل الشروط، وانا لسه عامل فيديو امبارح. اما تالت فكرة وهي التسويق بالعمولة، انك تسوق منتجات غيرك من الاخر كده وتاخد عمولة على كل عملية بيع. يعني كل عملية بيع انت هتبيعها انت ممكن تاخد عليها عمولة. بس الموضوع محتاج شوية تعلم في التسويق الرقمي وبس. وصدقني المستقبل كله في المجال ده والله. انا كتير بعمل فيديوهات والناس بتقول لي ان استفدت من التسويق بالعمولة، انا جبت مبلغ محترم من التسويق بالعمولة، مش عارف ايه. لان التسويق بالعمولة هي الفكرة اللي هتفضل ماشية في الزمن اللي احنا فيه. أما رابع فكرة التصميم الجرافيكي، اللي هي الخدمات الرقمية بالمعنى العام. يعني لو عندك لابتوب أو موبايل كويس، أنت تقدر تقدم وتشتغل على مواقع الفايفر أو مستقبل وتقدم خدمتك زي التصميم لوجوهات أو تفريغ أو كتابة محتوى سكريبتات أو حتى إدارة السوشيال ميديا، ودي حاجة حلوة جدا. أما خامس فكرة الطباعة عند الطلب، ودي بتكون في قناة اليوتيوب اسمها المتجر. يعني الطباعة عند الطلب أنت بتكون وسيط، وشخص بيطلب منك منتج وليكن عليه صورة معينة، بس الموقع بيطبع ويبعت على طول. انت لا هتشوف المنتج ولا المنتج هيوصل لك ومحتاج تخزين ولا اي حاجة. انت تعمل تصاميم على تيشرتات او كوبايات او اي حاجة وتبيعها اونلاين من غير ما تخزن منتجك، والشركة بتطبع وتوصل للعميل وانت بتاخد ربحك وخلاص كده. اما سادس حاجة وهي صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا بص، انا قلت لك الست افكار دول، واخر فكرة بالذات هي الست افكار دول والله هم الماشيين في 2025 26 27 وانت طالع لفوق. لان والله الفكرة السادسة العالم كله هيعتمد على الذكاء الاصطناعي. اما الفكرة رقم 4 التصميم الجرافيكي زائد الخدمات الرقمية، التسويق بالعمولة زي كده. انا دلوقتي قاعد في بيتي محتاج شوية طلبات، دي اسمها التسويق بالعمولة. انا بكلمك بقول لك جيب لي واحد اتنين تلاتة، انت بتجيب لي بارخص حاجة وتاخد فوق السعر زي كده. انشاء قناة يوتيوب نفس الحكاية. فانا بديك حاجات هتفضل معاك لمدى طويل، مش يومين تلاتة وترند وهتخلص. ونرجع لموضوعنا استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى. 2025 هي منطقة الذكاء الاصطناعي بقوة، فطبعا احنا قربنا ننتهي من السنة دي وداخلين في 26، فهيزيد فرص الذكاء الاصطناعي. فانت ممكن تستغل نفسك من بداية دلوقتي وتبدأ قناة علشان تكون انت القديم.
انت برضو ممكن تستغل الادوات دي وتعمل مقالات وصور وفيديوهات او حتى كتب الكترونية وتبيعها. مش مهم تبدأ كبير، المهم انك تبدأ بفكرة وتطورها مع الوقت وانت تكون حاببها. واهم حاجة انك تبدأ دلوقتي، لان في 2025 مليانة فرص، واللي هيتأخر ممكن يضيعها. اللي هيتأخر ممكن يضيعها والله. انت لو بدأت دلوقتي انت اللي هتكون القديم فيها، اما مع 2026 انت هتكون صاحب المجال بتاعك. الكل هيكون عارف حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي في 26، اما في 25 ده لسه بداية انتشاره. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من رحلتنا ومنصتنا. منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير الذات، النجاح المالي.